النص التطبيقي، ها هو النص التطبيقي. كيفاش كيكون النص التطبيقي؟ صافي. هذا الدورة ديال الامتحان الوطني في الدورة العادية ديال سنة 2016. صافي. 2016 هذا هو الامتحان. انظروا إلى شكل القصيدة. هذا نص لا مازال المتفائلة. شوف بالنسبة للمتفائلة بشوية لك خطوة بخطوة. صافي مزيان. إذا لاحظوا هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نص تطبيقي شعري. يقول الشاعر أحمد شوقي. غير كنشوفوا أحمد شوقي باين أنه ينتمي إلى ماذا؟ نقراو الأسئلة. شوفوا انظروا جيدا الأسئلة. تركيب. شوفوا السؤال الخامس. تركيب خلاصة تستثمر فيها نتائج تحليل لبيان مدى تمثيل النص لتجربة إحياء النموذج. إذن هذا نص تطبيقي عبارة عن قصيدة شعرية ياك. فأي اختيار إحياء النموذج. ها هو. صافي. اكتشفنا بأنه إحياء النموذج انطلاقا من السؤال الخامس. هذا حيدناه. صافي. النموذج ديال اللي بعثوا الإحياء شفناه نموذج تطبيقي. نشوفوا نموذج آخر معروف الروصافي عبارة عن نص تطبيقي ديال اختيار ماذا؟ نشوفوا السؤال الخامس تجربة إحياء النموذج. شوفوا حتى السؤال ما بدلوش. السؤال ما بين سنة 2016 و 2020 ما بدلوش حتى السؤال. شي خلوه نفس السؤال. وبيان مدى تمثيل نص تجربة إحياء النموذج. هذا ديال سنة 2020. غنمشيو مثلا لسنة 2022 اللي هو غير منذ سنتين تقريبا. شوفوا الدورة العادية الموضوع 2022 مسلك الآداب خيار رياضة ودراسة وغيرها ديالاش. لاحظوا إحياء النموذج. سؤال نص تطبيقي شعري. غادي نشوفوا. نعم نشوفوا عاود هذا. شوف هذا ديال سنة 2011 ديال مسلك الآداب. شوفوا مزيان أحمد شوقي. نمشيو للسؤال الخامس. لاحظوا السؤال الخامس مدى تمثيل نص تجربة إحياء النموذج. دابا علاش كنكثر بهذا الشكل؟ باش صافي الإخوان عندما نخرج من هذه المنطقة صافي كنكونوا ضابطينها. أحمد شوقي سنة 2016 نص تطبيقي فاش تجربة إحياء نموذج. السؤال الخامس. شوفوا مزيان السؤال الخامس. زيد 2010 نموذج 2010 قصيدة الفردوس المفقودة 2010 في أي مجال؟ لاحظوا الأسئلة. السؤال الخامس تركيب نتائج تحليل لإبراز مدى تمثيل النص لتجربة اش؟ سؤال الذات. صافي. غنمشيو دابا هذا نماذج. صافي نماذج القصائد الشعرية. صافي. الآن لاحظوا هناك نص تطبيقي آخر اللي هو قصيدة شعرية من الشعر الحر. هكذا يكون النموذج التطبيقي. هكذا يكون نموذج تطبيقي ديال القصيدة ديال الشعر الحر سنة 2019. انظروا إلى السؤال الخامس. لاحظوا ماذا يقول. بيان أثر تجربة ماذا؟ تكسير البنية. الشعر الحر. صافي مزيان. لاحظوا أحمد المعطي حجازي سنة 2013. شوفوا هذا الشكل نص تطبيقي. انظروا إلى السؤال الخامس. لاحظوا رصد خصائص الفنية القصيدة بالتركيز على البنية الإيقاعية والصورة الشعرية مع تحديد وظائفهما ثم لبيان ماذا؟ أثر تكسير البنية. جيد. ها هو. شوف نموذج آخر بدر شاكر السياب سنة 2019. ها هو نص تطبيقي. شوفوا السؤال الخامس ماذا يقول. تجربة ماذا؟ تكسير البنية. جيد. هكا اللي متبعين معنا برافو عليهم مزيان. شوفوا فاروق جويدان 2017. السؤال الخامس يقول ماذا؟ تكسير البنية. مزيان. هذا سنة 2008 نمط قديم شوية ولكن نفس البناء. شوفوا البناء يقول بدر شاكر السياب. شوفوا الأسئلة. تركيب خلاصة تبين تكسير البنية. صافي مزيان. نازك الملائكة كذلك. هو نازك الملائكة. لاحظوا الصورة نموذج ماذا؟ تكسير البنية. مزيان. جيد. هذا إلى حد الآن تعرفنا على ماذا؟ تعرفنا على النص التطبيقي ديال الشعر. الآن سنمر إلى النص التطبيقي في القصة. كيفاش كيبان النص التطبيقي في القصة؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن حكاية على ردوا البال فيها شخصيات زمان مكان. صافي زمان مكان. ثم لاحظوا شوفوا الأسئلة. أسئلة مختلفة تماما. تلخيص أحداث النص الزمان المكان الشخصيات وغيرها. إذن كيبان أنه عبارة عن قصة واضحة انطلاقا من شكله وأسئلته. غير من الأسئلة كيبان لنا واش النص عبارة عن ماذا؟ نص تطبيقي ولا عبارة عن نص نظري. لاحظوا حليمة العنوان شي شخصيات زمان ومكان.
ثم انظروا الأسئلة، الرؤية السردية، البعد، أشياء نقراو إن شاء الله تعالى كله صافي مزيان. إذا أتمنى أن تكون هذه المقدمة واضحة للإخوان.